بالحمد أبدأ والهنا يرويني، بسم الإله مؤيدي ومعيني، ثم الصلاة على النبي وآله الغر الكرام وصحبه الميمون. أي الكتاب سقت جذوري أولا، تفسيرها قد تبعته عيوني، هو واهبي عزما طموحا دائما، وإذا انكسرت فخالقي يحييني. ربي بلغني الجنان نعيمها، أتمم بها أنسي مع الأبوين ومعلمين. كيف ما كتشوفوا حنا كنتواجدوا في واحد المكتبه هنا اللي كاينه في جهه سوسمه الصدرعه، وبالضبط كاينه في مدينه اكادير. ومعنا الاخ عبد الله. المهمه اللي عندنا في حلقه اليوم عندها علاقه بمصحف، بمعنى كتاب الله. واش داركم ديالنا واجده ناضيه، بمعنى الاخوان غادي نشارجيو الكوموند ديالنا وغادي نتوجهوا ان شاء الله لواحد مدرسه قرانيه بالنواحي ديال مدينه اولاد برحيل. حمدا يا ربي على النعم، شكرا بفؤادي قبل فمي، أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم، يهدي البشرية للأقوم ويدل على النهج الأسلم، يهدي البشرية للأقوم ويدل على النهج الأسلم، فالله بصالحهم. هذه الحلقة عندها علاقة بالتجارة مع الله، واللي نتمناو أنها تكون تجارة رابحة ودائمة. إذن بلا ما نطول عليكم أخوتي، الوجهة إن شاء الله اليوم لعند طلبة ديال حملات القرآن الكريم، اللي إن شاء الله الجمعية الهولندية غادي تقوم بواحد البادرة اللي كيف كنقول لكم لا تقدر بثمن، والقيمة ديالها تقدر تكون عندك انت لا علاقة، ولكن القيمة ديالها عند الله سبحانه كثيرة وكبيرة. لذلك خليكم معنا شوفوا العمل اللي غنقوموا به وراه الوجهة في مدرسة بابا حقي للتعليم العتيق. يا ربي على النعم، شكرا بفؤادي قبل فمي، أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم، ولتالي القرآن هبات وتضاعف فيه الحسنات. إذا كيف ما كتشوفوا الإخوان كاين هنا عندنا كتاب ديال الله اللي قلنا في حقه راه ما غاديش نوفاو به، لأن ما يحمله من كلام لو طبق في هذا العصر هذا اش كان غيكون السير فقيه، ما غاديش يخصنا خير. ما غاديش يخصنا خير. كون طبقنا الكلام اللي كاين في كتاب الله ما غيخصناش الخير. هي الله يحمي علينا. اولا وقبل كل شيء كنشكركم السي المهدي، فضل بعض الله عز وجل يرجع اليكم، لانكم قد قمتم بالزياره لهذه المدرسه في الحمد لله الله يجزيكم بخير، ومره اخرى تعيدون الكره، فجزاكم الله خيرا. ونتمنوا نبقاو مستمرين ان شاء الله. مرحبا. افضل ما يمكن ان ينشره الانسان هو كلام الله عز وجل. الحمد لله. يفرقوا على الناس الحمد لله، ذلك من فضل الله. هذه الناس اللي ثمينه، هي الله يرحم علينا، هذه غاليه الثمن او ليس لها ثمن. ليس لها ثمن. حتى الناس اللي تعاونوا معكم، حتى انتم، نسال الله تبارك وتعالى ان يجازيهم عنا خير الجزاء. نتمنوا من الله هذه المصاحف اللي جاوا عندكم تستافدوا بهم ان شاء الله. اللي نطلبوا من الله ان شاء الله. وحفظوا كتاب الله، راه احسن حاجه يهزها مع الواحد في قلبه هو كتاب الله. احسن حاجه. وكنحسدكم كنحسدكم، هادشي اللي نقدر نقول لكم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لا حسد الا في اثنين: رجل اتاه الله العلم، اتاه الله القران يتلوه اناء الليل واطراف النهار، ورجل اتاه الله المال وهو يتصدق به اناء الليل واطراف النهار. هذه جوج المسائل فاش كيكون الحسد. شي حاجه اخرى، راه هادشي اللي ولينا كنشوفوا دابا. الله يسترنا وصافي. هادشي اللي نطلبوا من الله. يا ربي امين.
الله يجزيك بخير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل من هؤلاء المحسنين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم ونور صدورهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم لهم حفظا وسترا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلهم في حفظه وفي كنفه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أمورهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناتهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. تبارك وتعالى أن يجعله في حفظه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه كما حفظ الذكر الحكيم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين. أنزلت القرآن إلينا نورا يهدينا في الظلم، يهدي البشرية للأقوم ويدل على النهج الأسلم، يهدي البشرية للأقوم ويدل على النهج الأسلم. فالله بصالحهم أعلم، فتدبر في معنى الكلم. حمدا يا رب على النعم.